تصريح خطير للحكم مصطفى ديربالة حكم مباراة الأهلي وفلامينغو البرازيلي، حيث قال ديربالة للمحاور أنه تسرع في إخراج البطاقة الحمراء للاعب الأهلي رقم 2، وقال أنه لو عادت المباراة مرة أخرى لن يتسرع ولن يخرج البطاقة الحمراء للاعب الأهلي مرة أخرى. وردا على سؤال المحاور لماذا كنت متعصبا في المباراة، قال ديربالة أنه قد أخطروني أنني سأحكم مباراة النهائي بين الهلال والريال، ثم عادوا وقالوا لي أنني سأحكم مباراة الأهلي وفلامينغو، وهذا قد أثار غضبي. وقال ديربالة جمهور الأهلي يتهمني أنني كنت متحيز للفريق البرازيلي، وهذا لم ولن يحدث، فأنا أحكم بما أراه صواب، فلن أضحي بتاريخي وسمعتي من أجل أي فريق أو أي لاعب. وأضاف ديربالة أنه يعتمد على الفار في معظم الألعاب داخل صندوق المباراة، وهذا تخصصهم، وأنه لا يلام على أي قرار يتخذه الفار ما لم يطلب لمشاهدة الفار بنفسه. أما بالنسبة للانتقادات التي لاحقت كولر مدرب الأهلي من أنه تأخر في التغيير وأنه صبر كثيرا على محمد شريف وطاهر محمد طاهر والإبقاء على بيرسي تاو إلى نهاية المباراة رغم أنه لم يقدم شيئا، قال المدير الفني للنادي الأهلي أنه طالب مهاجم سوبر، وأن هناك فرص عديدة قد أهدرت في المباراة كانت تنتظر فقط مهاجم سوبر. وقد رأيتم الانفراد الذي أضعه محمد شريف والكرة المحققة التي أضعها بيرسي تاو، فقد نلعب بطريقة هجومية مثيرة. وقال أن خططي في الملعب تحتاج فقط إلى لاعب ومهاجم سوبر وصانع ألعاب من الطراز الأول، ساعتها ستجدون الأهلي مرعب، ستجدون الأهلي فريق يخافه الكبار، فالأهلي يلعب بطريقة مثيرة وطريقة هجومية ولا يعتمد على الدفاع فقط، وهذه هي خططنا، وهذا هو حال الأهلي في المستقبل إن شاء الله. ستجدون فريق يخشاه كل الكبار. هذا وقد أثارت جماهير الأهلي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة للمدير الفني في تأخره عن التغيير والصبر على بيرسيتا وطاهر محمد طاهر.